السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة يوميات زوجة بسيطة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم الكشري المصري على اصوله، وعملت ليا وللجيران، يعني انا عملت ليا وجيراني وجيران الجيران. تمام يا قمر انت وهي. طبعا بقى، وعملته كله بكل حب وروقان وطاقة كده ايجابية. شايفين الجمال؟ وكل حاجه لوحدها، مش حاجه كشري الحله الواحده ده ما بعتقدش انا في كشري الحله الواحده ده. هتقولي لي ليه؟ هقول لك كده، ما اعرفش، هو كده اتعودت ان الكشري المصري اللي على اصوله يكون كده كل حاجه لوحدها، بالدقه بقى بتاعتنا الجميله والحاجات المسكره بتاعته المبدعه دي. يا رب بس يكون الوصفة ان شاء الله اللي هعملها لكم دي تعجب حضراتكم و... وتنال اعجابكم. ما تنسونيش في اللايك والشير. يلا بقى بينا، هنبتدي باول حاجة كده، الحاجة اللي بتضايق دي، اللي هي مثلا، لا ده الاول حاجة احنا هنعمل الصلصة. انا بحب اعمل الصلصة بحوالي بصلة كده كبيرة